صباح الفل والهنا والفرح والسعادة وكل حاجة حلوة يا رب على عيونكم. يا رب كل حد بيتمنى اي حاجة ربنا يحققها له واكتر كمان. وشكرا من كل قلبي على كل كلمة حلوة بتكتبوها لي، حقيقي بتفرق معايا جدا. كل كلمة بتبعتوها لي في المسج او على الكومنتات بتاعت الفيديوهات او كده، حقيقي شكرا من كل قلبي لكل حد بيكتب ولو ربع كلمة، بتفرقوا معايا جدا. بصوا بقى روتين النهاردة واليوم مظبطاكوا في أكلة جامدة جدا وفي تنظيفات. بصوا مش شهيصين النهاردة. نبدأ كده بوجبة الفطار، دي وجبة مغذية وطعمها حلو قوي، حقيقة تعجبكم وغريبة. أنا عارفة لما حطيت لكم على الانستجرام كلكم قلتوا لي ايه ده ايه ده، استغربتوها، بس هي حلوة قوي. دي كوسة مسلوقة عادي جدا وعليها مية بتاع دوت لبن وفانيليا. باخد المية بتاعتها يعني عشان برضو بتبقى مغذية شوية منها، وعليها فانيليا وسكر ولبن وبس كده. اللي حابب يحط سكر دايت هتبقى صحية معاه اكتر، حقيقي مغذية جدا طبعا الكوسة وتحفة قوي. هنا بقى كنت حابة امسح الرخامة وبحب عاملة لها خلطة كده في العبوة بتاعت المعطر دي، لحسن تفتكروها معطر، لا هي الخلطة اللي انا كنت عاملاها وشاركتها معاكم قبل كده من حوالي سنة على انستجرام. فيها جلانس ومعطر اللي هو كان فريدة ده بس ريحة بهجة، وزيت جونسون عشان زيت جونسون بتاع الأطفال بيلمع الرخام تحفة جدا. وجيت برضو اوريكم هنا الخلطة برضو دي خفيفة قوي، بس دي مهمة قوي لصحتكم، انا بعملها على طول. مهم جدا عشان ما يتبقاش اي كيماويات او كده من الصابون السائل على الاطباق او على الكوبايات او الكلام بتاعنا ده كله. بخلط الخل مع الصابون السائل، بعمل 3/4 كده صابون سائل، والربع بتاع العبوة اللي بحط فيها الصابون السائل الربع بيبقى خل زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما بخلطهم برجها كده جامد وبتبقى عندي على فكرة كمان بتوفر كمان معاكم في الصابون السائل. بس انا بصراحة للأمانة مش بحطها بغرض التوفير، انا بغرض ان هي ما تخليش اي كيماويات او كده على الاطباق او الحلل او كده. وبرضو بصوا بيبقى القوام بتاعها ماسك برضو، مش بيبقى سايل قوي يعني بتاع الصابون السائل، بتغسل حلوة قوي وبتلمع وبتنضف وبتطهر، حقيقي بتبقى حلوة. حاجة كمان بعملها حبيت اشاركها معاكم عشان يبقى الفيديو كده فيه افكار حلوة تعجبكم وتستفيدوا منها حتى لو بأي حاجة بسيطة. اي حد عنده صفاية من اللي هي بتاعة المعالق اللي بتنزل يعني اللي بتنزل مية او نقط او كده، المية دي بتخلي لون الرخام يبهت كده، فتلاقي الرخامة مع بعد فترة حتة باهتة وحتة عادية. فبعمل ايه، بجيب قماشة زي اللي انتوا شايفينها دي، بطاين اللي هي بتاعة المطبخ فوطة، وبتنيها كذا حتة كده وبحطها تحتها، وكل شوية لما بلاقيها اتبلت او كده كل يوم كل بقى حسب ما تلاقيها اتبلت بغيرها. تمام. هنا كمان كنت بفرز المعالق كل شوية برضو بعمل كده، بحط المعالق الكبيرة لوحدها والصغيرة لوحدها، السكاكين واي حاجة فيها خطر بخليها ورا علشان اسيا ما تطولهاش، فده برضو بيريحني كده نفسيا. هنا بقى دخلنا على مهمة اليوم، وهي تنظيف التويلت، بس تنظيف عميق مش اللي هو التنظيف اللي بتاع كل يوم ده. زي ما اتفقت معاكم في الفيديوهات اللي فاتت كل يوم بعمل مهمة عميقة، تمام، الى جانب الشغل اليومي اللي هو الطبيخ والترويق والغسيل والحاجات اللي هي اليومية. فالنهاردة قررت ان انا اعمل معاكم التويلت. فطبعا بنبدأ بالحوض والبانيو، واخر حاجة بتبقى التويلت، تمام، علشان يعني السلكة او الحاجة اللي بتعملي بيها. الحركة دي شفتها برضو على انستجرام، ان احنا نحط البتاعة دي اللي بنغسل بيها التويلت، نحطها بالشكل ده تتصفى علشان تنزل اي مية فيها او كده، لان لما بنركنها وهي فيها مية ده بيبقى ميكروبات على الميكروبات في حاجة يعة. واللي انا حاطاه جوه التويلت ايه عشان هتسالوني، اللي هي بتتعلق فيه من جوه دي حلوه قوي، اللي هي هاربك، حلوه جدا بصراحه. كنت برضو بتخانق انا ومصطفى عليها لا ما نجيبهاش وبتاع، لا بس لا حقيقي حلوه قوي. كل ما حد بيدخل التويلت او كده وبيضغط على السيفون يعني بتطلع رغاوي وبتنضفه، فانتي كده بيفضل التويلت ريحته حلوه وامان كده. بس عطرت الحمام وغسلته، كنت غسلاه بكلوريكس جل، مش عارفه ما بانش ولا ايه في الصوره، وقفلته لان بحب اما انضف حاجه اعطرها واضلمها كده واقفل الباب. وجيت هنا استراحه محارب اخيرا، كان عندي لب سوبر وبحب اكله مع الشاي، فقعدت كده 10 دقايق اكل لب واشرب شاي، وبعد كده ايه استراحة محارب كده قبل ما نقوم نعمل الغدا بتاع اليوم ده.
والغدا حقيقي بصوا انا يعني انا شاركت معاكم الاكله دي كذا مره. البرجر حقيقي بعشقه، يعني انتوا لو اكلتوني طول حياتي همبرجر اوكي تمام انا معاكم جدا. فبحبه قوي. وبرضو كلنا بنحبه يعني عند ماما وهنا كلنا بصراحة بنحبه. فانا بقيت اعمله في البيت، انضف وامن واوفر وكل حاجة. والمفاجأة ان بقى يطلع طعمه احلى من الحاجات كتير بره يعني تمام. فبعمل ايه؟ حاجة بسيطة جدا مش تتخيلوا السهولة. الاول بس كده بروق حوالين نفسي كده، بجيب مكبس البرجر وبجيب الاكياس اقطعها. كيس كده بفتحه نصين عشان يبقى على المكبس من تحت ومن فوق، اللحمة ما تلزقش وكده. وبقطع اكياس اللي هحط عليها البرجر وانا بعمله. وبعد كده هبتدي بقى ان انا اعمله مش تمام. ايه هي بقى الخلطة اللي بحطها عليه؟ مش عارفة عدت ولا ايه في التصوير. المهم التتبيلة يعني بتاعت اللحمة اللي هي ملح وفلفل اسود بس حقيقي. مش ما تحطوش اي حاجة تانية. كنت زمان بحط الكنور اللي هي التتبيلة بتاعت الكنور بتاعت الهمبرجر وكده. اكتشفت ان لأ، هو ملح وفلفل اسود احلى كتير. ولا بقى فول صويا ولا مش عارف ايه ولا اي حاجة، هما دول بس بيخلوه يطلع طعم اللحمة كده بيبقى فيه، عارفين انتوا فاهمين؟ طعم اللحمة بيبقى فيه، عارفين انتوا كده بيبقى فيه طعم لحمة، مش بقى كله توابل او بناكل كده توابل ايه ده، لا طعم اللحمة بيبقى فيه وبيبقى حقيقي حلو قوي. وببقى شايلة عندي بقى في الفريزر مثلا، يعني بعمل كده. دي برضو طريقة التفريز، ان انتي تفرزي طريقة التفريز بتاعته هي الطريقة دي برضو، بس بدل ما هنقلي بشيله كده بلفته كما هو وبسيبه في الفريزر بدل ما هاخده ايه ان انا اقليه او كده تمام. وساعات برضو ممكن تعملوه ان هو يبقى صحي كده في حتة تانية، اللي هي ايه؟ اللي هي ان انتوا تشوحوه في حاجة بسيطة، نقطة زيت بس كده. فهو كان نص كيلو لحمة عليه الملح والفلفل الاسود وبس كده. وابتديت بقى ان انا اعمله بالمكبس والكلام ده معاكم. وجيت هنا طبعا عشان فيه لحوم والرخامة اتبهدلت، فرجعت غسلتها بقى المرة دي بالصابون السائل والسبونشة وكده. وجيت هنا بقى سخنت الجريل الاول ودهنتها كده رشة زيت، ما فيهوش زيت كتير، هو بس اللي اتكون في حتة واحدة رشة بس كده بالفرشة. وابتديت احط الهمبرجر وهي سخنة، وعلشان ما ينزلش بقى ميته وكده هياخد اول تشويحة. وهغطي بقى عليه، هقفل الجريل وهبتدي بقى كل شوية كده ايه اقلب، يعني كل شوية افتحها اقلب وهكذا. قولولي الاول، بس الاول قبل ما نكمل انتوا اخباركم ايه وعاملين ايه؟ طمنوني عليكم. وبجد اي حد هيوصل لاخر الفيديو كده فهو شكرا من كل قلبي. وانا بحبكم والله اضعاف اضعاف ما تحبوني. وحقيقي انتوا مخرجيني التصوير عموما، يعني مخرجني من مود كده الحمد لله جامد. بس بعد بقى عشان ما اسقطش منكم كده، بعد ما الهمبرجر خلاص استوى ابتديت احط عليه شرايح الجبنه الشيدر. فبتسيح كده في الاخر مع الجريل بتبقى حلوة قوي. ويحبذ برضو لو انتوا اخدتوا العيش كده تشويحة معاه برضو في الجريل مكان تسوية الهمبرجر والطماطم. بس انا يعني عادي. ابتديت بقى ارص الكابوتشا وبعدين البرجر بالجبنة وبعدين الطماطم. والبيبسي ده ما بيخشش بيتنا غير كل فين وفين عشان مش صحي. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم.